السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جيت نقترح لكم الفيديو اللي غنشارك معكم الاقتراحات ديال عيد ميلاد اللي عملت تحضيرات اللي هي بسيطه، ولكن اول حاجه غادي نبدا بها البنات هي الكيك الملكي، الطورطه الملكيه. كما شفتوا كيفاش كتجي الديزاين ديالها، كيجي الشكل ديالها زوين بزاف وراقيه وكلاس. وكما شفتوا في المقادير اللي حاجه بسيطه، ماشي شي مقادير اللي كثيره، والشكل ديالها كيجي راقي. ولا شفتوها يعني يبان لكم التحضيرات ديالها اللي صعيبه، ولكن هي بكل سهوله كتحضر. كما شفتوا في المقادير البنات غادي نحتاج البنات 3 ديال البيضات كبار بحراره المطبخ، وغادي نضيف عليها كاس ديال السكر، يعني ماشي كاس البنات، عفوا نص كاس، يعني ما يوز... من وزن درت تقريبا الوزن 70 غرام. وكيس ديال الفاني بنكهه الفاني، تقدروا ديروا نكهه الكراميل الشوكولا، كتنكهوا على حسب الذوق ديالكم البنات. المهم انا عطيتكم باش نكهتها، بغيتو ديروك بحال ديالي ديروها، بغيتو تختلفوا فلكم واسع النظر. المهم البنات كما شفتوا انايا اخترت هاد الطورطه الملكيه، كتجي راقيه وكلاس هكا، كتحط في الطابله، كتجي شي حاجه مختلفه عن العاده. ماشي ديما كنديروا داك حلوه لا كريم، كتجي شويه حتى كتجي مزيونه، ولكن نوعوا شويه. كما شفتوا البنات دابا درتهم في العجانه، وكنخلي الخليط ديالي نخدمو في الخلاط، العجانه ولا الباطور، ولا تخدموا غير بالخلاط اليدوي، ولكن خصكم البنات شي مجهود باش هكا تخدموا ما بين 5 دقائق حتى 6 دقائق، يعني يندمجوا العناصر مع بعضياتها مزيان، والبيض يتبدل اللون ديالو شويه. ما بغيتوش يطلع غير، غادي نخدم البيض شويه وصافي باش ما يبقاش بحال هكاك. نضيف عليه 70 مليلتر ديال الزيت. بالنسبه للبنات الغرامات، المقادير كاملين غتلقاوهم ان شاء الله مضبوطه في صندوق الوصف، هكا الناس اللي كيبغيو ياخذوا بالغرامات والناس اللي كيبغيو ياخذوا القياس بالكاس. كيما شفتوا البنات درت نص كاس ديال الحليب ما يعادل 70 مليلتر، خديت 12 غرام ديال كاكاو المور ما يعادل، عندي واحد المعلقه عبرت بها البنات كاكاو المور معلقه عامره، فعبرت عطاتني 12 غرام. وصافي دابا في هاد الاثناء فاش خدمت الخليط ديالي غير واحد المده ما بين 5 دقائق حتى ل6 دقائق. عندي الدقيق البنات، بالنسبه للدقيق عندي 200 غرام اللي سبق لي وغربلته من قبل، ما يعادل واحد 2 كيسان. يعني غادي تعبروا اما بالغرامات اما تاخذوا شي كاس اللي كيوزن 120 غرام، وما غاديش تعمروه، يعني غادي ديروه تخليوه تعمروك بحال تعمروا، يبقى لكم واحد شويه على الكاس باش يعمر. صافي في هاد الاثناء البنات كنخلط مزيان هاد الدقيق ديالي حتى يندمج مع هذاك الخليط ديالي. غادي نضيفوا الدقيق البنات دفعات هكا، لان انا عطيتكم 200 غرام، ولكن يقدر ياخذ معكم اكثر ولا قل على حسب نوعيه الخليط، الدقيق عفوا اللي عندكم. يعني الخليط النوعيه كتختلف، يعني من الاحسن ديروا وانتم كتحكموا في الاخر. فهو الكيك البنات كيجي كيك عادي، يعني كتخدموه شويه بطريقه عاديه كما شفتوا بحال شكل كيك عادي. دابا كنضيف 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، يعني من فئه 8 غرام كديروا جوج البنات كيعطيكم 16 غرام. دابا في هذا الاثناء غادي نخلط مزيان هاد الخميره تدخل لينا في الخليط ديالنا. من بعد ما كنشوفوا الخميره دخلت لينا في الخليط ديالنا، كناخذوا واحد المول اللي سبق لي ودهنته من قبل بالزيت ورشيته بالدقيق، لان ما بقاوليش داك الورق الطبخ اللي كندير في اللاطه هكا، حتى هما زوينين داك اوراق الزبده، حتى هما كيساعدوك بزاف باش هكا ما تلتصقش معكم الكيك ديالكم ولا الحلوى. صافي البنات بالنسبه للمول تقدروا ديروا اي مول عندكم اللي متوفر، تقدروا ديروا مول مدور مربع، على حسب نتوما شنو كتفضلوا. في هاد الاثناء راني مسخنه الفرن البنات، سخنته من قبل باش غادي ندخل فيه الكيك ديالي يطيب. كيك غادي نشعل عليه من التحت، فاش غيطيب من التحت غادي نطفي عليه ونشعل عليه من الفوق. صافي في هاد الاثناء فاش كيطيب الكيك ديالنا كنخليوه يبرد تماما، عاد باش غادي ندوزو نحضروا لامون شوكولا. بالنسبه لاموس الشوكولا البنات كتديروا على حسب الذوق ديالكم، نتوما شنو كتفضلوا، واش بغيتوا شوكولا ولا اي نكهه اللي كتفضلوها. كيما شفتوا البنات عندي لاموس الشوكولا اللي سبق لي وبيتها في مجمد مزيان، لانها كل ما كانت بارده مزيان هي والحليب، كل ما كتساعدنا لا كريم ديالنا ولا لاموس كتطلع دغيا بكل سهوله، ما كتاخذش معنا الوقت نهائيا. في هذه الاثناء البنات
الوزن ديال الحليب شحال خديت. الغرام 150 مليلتر ديال الحليب البنات، ما يعادل واحد كاس كبير ديال العصير كبير يكون بارد. الحليب واللاموس ضروري البنات باش كتساعدكم في الخدمه مزيان. صافي في هاد الاثناء غادي نضيف الحليب عاد باش نضيف عليه لاموس باش هكا ما تلصقش لينا داك البودرات لاموس في العجانه ديالنا في الاناء، وهكا كتساعدنا بزاف في الخدمه. ودابا البنات غادي نخلطوا لاموس ديالنا، غادي نخليوها تطلع في الخلاط مزيان في الباطور اولا في العجانه حتى كتطلع مزيان وتتماسك وتشد راسها، لان ما خصكمش البنات تخليوها تبقى سائله، ضروري خصها تطلع مزيان. من بعد ما كطيب لينا الجينواز ديالنا ولا الطورطه، ها هي على شكل كيفاش كتجي البنات. ثقبتها بعد ثقوب بالموس هكا باش تدخل فيها ديك لاموس. صافي راه الطورطه ديالنا من بعد خليتها تبرد تماما البنات، ما تخدموش بها وهي سخونه، يعني خصها تبرد. من بعد خديت داك المول قبل كتحيدوا ليه داك الاطار هكا باش ما تبقاش لاصقه الكيك، كنديروا عليه السلوفان، يعني سلوفان اولا داك الاوراق الزبده باش هكا ملي كتجيو تحيدوا الطورطه ديالكم ما تلتصقش معكم في المول. ولا كان عندكم المول يعني متاكدين منه انه ما كيلصقش، صافي خدموا به. صافي كما كتشوفوا دابا كنبدا نسرح غير بسبارتولا البنات. كنحاول نقادد هذيك الطورطه ديالنا والجوانب وكلشي باش ما يجيش داكشي عوج ويجي داكشي مقاد، باش ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. كنحاول انني نقاد الطورطه ديالي كامله كما شفتوا. سمحوا لي البنات على الاضاءه بزاف لانني مصوره في الليل، وليله قبل من هادشي قبل من الليله اللي غادي ندير فيها الطورطه باش غادي نمونطيها، يعني ضروري خصكم ديروها من قبل. ومن بعد ان شاء الله فاش كتقادوها وصافي على هذا الشكل هذا كتلويو عليها السلوفان وكتدخلوها المجمده الليله كامله حتى الصباح باش كتمونطيوها. ولا كنتم مزروبين بها البنات على القليله واحد 6 سوايع حتى 7 سوايع ضروري، اما تغامروش بالكيكه ديالكم وتخدموا بها، يعني ضروري خصها تكون يعني جامده. اما ليله يستحسن البنات يستحسن انكم ديروها ليله قبل باش كتجي واعره. انا خليتها ليله كامله البنات كما شفتوا في الاضاءه غادي تبان لكم بلي انني كنصور في الليل. صافي البنات ضروري تلويوها مزيان في السلوفان اولا غير في كيس بلاستيك تلويو عليها باش هكا ملي كتخشيوها الثلاجه ما كيقيسها لا ما لا تشرب لكم الريحه لا حتى شي حاجه. صافي من بعد كتلويوها مزيان كتدخلوها المجمد. سمحوا لي البنات بعض المقاطع مشاو ليا لانني كيسحب لي كنبرك على باش نصور ساعه انا ما رديش البال، ما شفتش انني كنبرك ومشاو ليا بعض اللقطات. كما شفتوا خديت كاس ديال كريمه سائله مع كاس ديال السكر مع كاس ديال الكاكاو المر ان شاء الله بالمقادير بالغرامات غادي نخليها لكم في صندوق الوصف كاملين. استعملت 120 غرام 120 غرام 120 غرام من الحاجه كامله درتها في هذا الاناء. صافي وغادي في هذا الاثناء غادي ناخذ واحد 3 الوراق ديال الجيلاتين البنات، 3 الوراق الجيلاتين غادي نديرهم في واحد الزلافه في الماء دافي، عفوا الماء بارد البنات، ما ديروهاش في الماء دافي ولا الماء سخون لان الجيلاتين درتو في الماء سخون ولا بارد دافي غادي يذوب ليكم. الاحسن ديروه في الماء دافي ملي تشوفوه داب ليكم. غادي نديروا هذا الخليط البنات على نار هادئه مع التحريك المستمر غير تطلع فيه الغليه. من بعد غادي نطفيو عليه عاد باش نضيفوا عليه ديك 3 ديال الجيلاتين اللي درناها في الماء بارد. صافي كتجي على هذا الشكل هذا البنات كما شفتوها. سمحوا لي البنات راني قلت لكم مشاو لي المقاطع بديت كنكتب رانيا على اسم الاسم ديالي ساعه سحب لي بركت وانا ما بركت. صافي خديت هاد الحلوى البنات اللي كتباع واجده درتها في الملمع. بالنسبه للملمع البنات شويه غالي ولكن كيعطيكم بالعبار على حسب من 10 دراهم البنات الفوق. كيما شفتوا درت لهم داك الملمع وبديت كندور بهم حسن من لا كريمه البنات. انا بعدا جاتني هذه واعره البنات وملاكيه وكتحمر الوجه كديروها في الاعياد الميلاد المناسبات اي حاجه، يعني البنات واعره وتقدروا ديروا اي اسم. بالنسبه لهذوك العقيقات فهذوك البنات حلوه فهي كتنكل. بالنسبه للملمع البنات حتى هو راه كيتنكل. وكيما عيب لكم في الفيديو البنات درت ليها اللوز ايفيلي من الجناب وتقدروا ديروا بيرميسين ديك الشعريه ديال الشكلاط فكيبقى التزيين البنات على حسب الذوق ديالكم كتزينوا كيما بغيتو. درت واحد شويه د الملمع البنات في الوسط الكلاصاج باش هكا كيعطي واحد اللمعه وكيعطي واحد
فاش الاضاءه فلي كيبقى يبان داك البريو زوين بزاف. كما شفتوها ساهله وفي نفس الوقت انها كتجي راقيه البنات. كنتمنى البنات تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اختكم من التعليقات ديالكم الزوينه وما تبخلوش عليا بلايك طبيعه الحال الا عجبكم الفيديو. كما شفتوا البنات هادوك العقيقات راه هما كيتنكلوا، يعني ديروهم البنات كتبقى اختياري. تقدروا ديروا بحال اللي درت انا، تقدروا تخليو غير هذوك الشوكولاتات اللي درت ليهم داك الملمع. بغيتو تخليوها غير بحال هكا فلكم الاختيار. انا عطيتكم فكره البنات وانتم ابتكروا كيف ما بغيتوا البنات، وكديروا على حسب الاسم ديالكم. حتى هي كيجي زوين هكا. كتبت السميه ديالي بهذاك احسن من تكتبوها بداك الشكلاط. كتبقى لكم على حسب الذوق وعلى حسب داكشي اللي كتبغيو نتوما. ايوا صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه ديالنا. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نحضروا طورطات صغار، ميني طورطات بالفواكه وكريم باتيسري. وغادي نحضروا عاوتاني البنات البيتزا. خليكم معايا باش هكا تشوفوا لقطات كاملين ديال داكشي اللي حضرت في العيد الميلاد ديالي ان شاء الله. وتاخدوها كفكره البنات اللي عندهم اعياد الميلاد ولا عندهم شي مناسبه هكا، باش كنبقاو ناخذوا افكار من بعضياتنا وكنبقاو نستافدوا من بعضياتنا. يعني اللي عندها شي مناسبه هكا كتدخل تشوف من الفيديو هذا ومن هذا من هذا كتاخد فكره وهكا كتبتكر وتحط شي حاجه في المستوى وتحمر لوجه العائله ديالها. وصافي البنات كيما شفتوا يعني الطورطه كتجي واعره وراقيه. واهم من كل شيء البنات انها بسيطه. كيما عودتكم البنات كل شيء على البساطه والتواضع، ولكن التاويل حاضر. فيما مشينا كنلقاو التاويل. اهم حاجه البنات ماشي ضروري نديرو شي حاجه غاليه باش نفرحوا راسنا، ولكن البنات يعني نديرو شي حاجه بسيطه ولكن تكون يعني عاطيه للعين كما كنقول، يعني اللي شافها غتعجبو. واهم حاجه اختي الا ما فرحتيش نتي راسك راه ما كاينش اللي يفرحك. ما نتسناوش شي واحد باش ينوض يفرحنا. نوضي اختي عندك شي مناسبه، نوضي قدي طارطه صايبي شي حاجه فرحي راسك وما تنسيش شي واحد انه غيفرحك. لو ما عطيتيش قيمه لراسك وفرحتي راسك يعني ما عمرك تنتظري شي واحد غادي يفرحك. وسمحوا لي على ديك الكاسرونه حيت اختكم ما عندهاش الادوات، يعني كنقضي بداكشي اللي عندي. اختكم معروفه ببساطه والتواضع. صافي كيما شفتوا راني درت كريم باتيسري اللي سبق لي وكنحضرها معكم ديما. كندير نص سيترو ديال الحليب مع 3 المعالق عامرين ديال كريم باتيسري مع 3 المعالق ديال السكر، وكيبقى على حسب الذوق. صافي من بعد ما كيغلاو تقلينا كنخليوها تبرد تماما. كنديروها في هذا البوش باش كتسهل علينا الخدمه، ولا تقدروا ديروها بالمعلقه ولا بكيس بلاستيكي. ماشي ضروري انكم ديروا شي حاجه تكلفوا على راسكم. بالنسبه للفواكه كيما شفتوا البنات انا ما درتش شي فواكه اللي هي غاليه، فانا خديت عيد كيوي والبرتقال يعني التشي اللي عندي متوفر في الدار فانا خدمت به. ما مشيت خديت حتى شي حاجه من غير داكشي اللي عندي في الدار. صافي كيما شفتوا هاد الطورطات راني ديجا واخداهم من قبل واجدين، غير شديت وخدمت بهم. كما قلت لكم البنات خديتهم واجدين وعمرتهم يعني هكا دغيا دغيا انني وجدت داكشي قدرت نحضر داكشي. يعني كيكونوا احسن من انك تنوضي توجديهم وداكشي كياخذ لكم الوقت. كيما قلت لكم انني ما كنت غادي ندير حتى شي حاجه، ولكن حتى لاخر لحظه قلت نوض نفرح راسي ونشط مع راسي. وصافي هذا ما كان البنات كيما شفتوا كتعمروهم على حسب الفواكه اللي متوفره عندكم. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم. دابا البنات غادي ندوزو باش نحضر معكم بيتزا ميني بيتزا البنات. حتى هما خديت العجينه واجده كتاخدوها من بيم ولا من المرجان. صافي كديروا لاصوص اللي سبق لي وديما كنحضرها معكم، لاصوص بالزعتر ومليحه والابزار ومطيشه اللي كنسلقوها. وصافي كيما شفتوا كندير كفيته وغادي ندير شويه ديال الجبن وغادي ندير زيتونه من الوسط. كيما شفتوا بحال هاد الوصفات البنات ديال تكون شي مناسبه ما كنديروش يعني البصله وما كنديروش هذاك فليفله لان كتبقى هكا احسن كتجي راقيه. صافي البنات ودابا خديت هاد المادلين اللي هما واجدين من المخبزه، يعني خديتهم ودرتهم في هاد الكويسات هادو اللي كيتباعوا ديال الكابكيك. كدير درهم الوحده البنات. صافي خديت لا كريم طلعتها ودرتها في هاد البوش باش تساعدني هكا في الخدمه دغيا. كيما شفتوا كنبقى نديرها هكا
وراها كتوجد بكل سهوله. صافي البنات كيما شفتوا، وغادي نرش عليهم شويه ديال الفيرميسين اسود، كيبقى على حسب المتوفر البنات. تقدروا تخليهم غير بحال هكا، ما بغيتش ندير كاع داك العقيقات باش ما تجيش كلشي مشارجي بداك العقيقات. يعني درنا هاد الشعريه ديال الشكلاط كتعطي منظر حتى هي زوينه، وباش في نفس الوقت نخرجوا شويه من داك الابيض باش تبين لينا داك الاسود حتى هو جا واعر البنات في هاد الكاب كيك. وان شاء الله خليو تتمه الفيديو ان شاء الله الجزء الثاني كي تشوفوا معايا البوفيه كيفاش حضرته. خليكم معايا ان شاء الله فيديو جاي. بسلام عليكم.